مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم غريبيه ناجحه بمقادير مضبوطه. هذه الغريبيه تجي تذوب في الفم ومقاديرها بسيطه موجوده في كل البيوت. وهاي كيفاش تجي من الداخل، يعني تجي بزاف طريه. نروحوا مباشره للوصفه. راح نحتاجوا هنا كاس تاع الزيت، نص كاس سكر ناعم، نص كاس مايزينا، 2 مغارف كبار تاع السمن، وعندي مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات، والفارينة باش نلايمو الحلوى تاعنا. اذا هنا في اناء راح نحط كلش على ضربة. نحط كاس تاع الزيت، نزيد عليه 2 مغارف كبار تاع السمن. اذا ما عندكش السمن تقدري ديري الزبدة، يعني هذا السمن راح يخليها تجي طرية تذوب في الفم. نزيد ايضا نص كاس تاع سكر ناعم، نزيد نص كاس تاع المايزينا، ونخلط كلش بالباتور. اذا ما حبيتيش تستعملي الباتور تقدري تستعملي يدك، خلطي باليد حتى تتحصلي على خليط متجانس، يعني حتى يذوب كلش. وهنا بعد ما كملت خلصت دوك نبدا نلاين فيه بالفارينه ومغرف تاع الخماره الكيميائيه. اذا حبيتوا الغريبيه تاعكم تجي مشقه ديروا مغرف خماره، واذا حبيتوا الغريبيه يعني تجي بدون تشققات ديروا رشه صغيره كيما نديروا هذيك الرشه تاع الملح، لانه كاين اللي ما يحبوش الغريبيه تشقق وكاين اللي يحبوها مشقه، يعني كل واحد والذوق تاعو. المهم دوك نبدا نلاين فيها هكا بالفارينه. من الاحسن تلايموا بيدكم هكا باش تعرفوا العجينه كيفاش راهي. وهاي العجينه تاعي واجده، يعني عجينه طريه كيما العجينه تاع الصابلي. دوك نبدا نشكل فيها. انا راح نستعمل الميزان باش تجيني كامل على حبه. راح نوزن من 40 حتى ل 45، يعني ما نديباسيش 45 غرام. اللي ما عندهاش الميزان دير عينها ميزانها. وهنا شوفوا الغريبيه فيها هذا الشكل تاع زمان، يعني تجي مقبة للفوق تجي طالعة. وكاين هذا الشكل الدائري، نتوما ديروا اي شكل حبيتوا، تحبوها هكا دائري ولا طالعة للفوق كيما حبيتوا. انا راح نديرها شكل دائري. دوك انا نكمل نشكلها كامل وراح نزينها بالقرفة. اللي ما يحبوش القرفة يقدروا يديروا لها حبة تاع الكاوكاو ولا حبة تاع اللوز من الفوق، ولكن حلاوتها كامل في هذيك القرفة، يعني تعطيها واحد البنة سبيسيال. وندخلها طيب على 180 درجة حتى تاخذ لون ذهبي ونرجع لكم. وهاي الغريبية تاعي بعد ما طابت خذات معايا حوالي 20 دقيقة. شعلت لها الفرن من الفوق ومن التحت وخليتها حتى خذات لون ذهبي، يعني كي تشوفوها تحمرت من الفوق ومن التحت نحوها. يعني هنا الغريبية شوية صعيبة في الطياب تاعها، لانه كي تجوا ترفدوا هذيك الحبة راح تحسوها بانه ما زالت خضراء وهي تكون طابت. يعني الغريبية حتى تبرد وتنشف باش تبان باللي طابت. يعني كي تكون ما زالت في الفرن تجي ترفديها راح تتخسر هذيك الحبة. وكاين بزاف اخوات يحسبوها مازال ما طابتش وهي تكون طابت. المهم نتوما كي تاخذ لون ذهبي طفوا عليها وخلوها تنشف، يعني تبرد شويه باش تقدروا ترفدوها، يعني ما تقدروش ترفدوها وهي سخونه. وهاي لي كيفاش جات. هنا ما درتها لا في الكيسات لا والو، ما كفانيش الوقت. المهم دوك نقسم لكم حبه تشوفوها. هاي جات مرمله من الداخل، جات تذوب في الفم. ننصحكم تجربوها، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها. وراح تكون اخر وصفه من حلويات العيد، يعني السنه ما درتش بزاف، درت 5 انواع فقط ودرت غير حلويات تقليديه. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح نشارك معكم وصفات تجميل وعنايه بالبشره. كونوا في المتابعه والى اللقاء.